هنعمل النهاردة صدور الفراخ مع صوص المشروم بالمكرونة بطريقة حلوة وجديدة. طعمها مختلف جدا ولذيذ جدا. لو اول مرة تشوفونا ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير عشان توصلكوا كل فيديوهاتنا وكل وصفاتنا الجديدة. شوفوا الطريقة، طعمه مختلف جدا ولذيذ جدا. يلا نشوف الطريقة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب صدر الفراخ عندنا ونغسله كويس جدا وميبقاش فيه ريحة اي زفارة او اي حاجة، ونقطعه بالشكل والحجم اللي احنا عايزينه، مكعبات، طرنشات، شرايح، زي ما تحبوا. هيمشي معانا اي شكل فيه، قطعيه زي ما انت عايزه. وهنحضر بقى معانا التتبيله بتاعتنا. هتكون من فلفل اسمر وفلفل ابيض وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات مشكله ومعلقه توم معانا. ونقلب بقى كويس جدا البهارات ديت مع الفراخ بتاعتنا لما نسيبها تتبش كويس مع بعضها كده. ممكن تسيبيها ساعة مع بعضها كده شوية في التتبيلة، وممكن تستخدميها على طول في طاسة سخنة عندنا. وهننزل بمكعب الزبدة وهننزل مع عندها الفراخ بتاعتنا ونديها تشويحة لما تستوى نص سوا كده. لما تاخد معانا اللون بتاعها يتغير تستوى نص سوا نطلعها كلها. بس اهم حاجة ان احنا نتأكد ان هي استوت نص سوا عشان احنا هنكمل سواها لسه مع الصوص اللي هنعمله. في نفس الطاسة مكانها هننزل بمكعب زبدة تاني، وهننزل بالبصل بتاعنا. كنا محضرينه بصل مبشور ومبشور ناعم، وهننزل بمعلقة توم كمان عليها. بس البصل بحطه الاول عشان بياخد وقت اكتر من التوم. ولما ياخدوا مع بعض كده تستوى كده شوية، ننزل عليها بالمشروم بتاعنا. يعني اول ما البصل والثوم يطلع ريحتهم كده وياخدوا لون، ننزل بالمشروم بتاعنا. وهننزل عليهم تاني برشة ملح ورشة فلفل اسمر ورشة روزماري، ونديهم لما ياخد معانا تشويح. في خطأ انا نسيته، ان المفروض كنت انزل ب3 معالق دقيق مع المشروم واضربهم مع بعض كويس كده. بس صلحت الموقف ده بعد كده، هقول لكم ازاي. هننزل علينا ب3 مجات شوربة ومعلقة قشطة، وممكن معلقة القشطة ديت نبدلها بكريمة طبخ. هنزل بمكعب زبدة و3 معالق الدقيق، واخلي لما اعمله زي بشاميل كده خفيف بسرعة. بس مش هحط لبن، هحط عليه نص مج شوربة عشان ده كان خطأ حصل مني. وهرجعه تاني على الصوص بتاعي وهديله هقلبه كويس جدا لما يتجانس كله مع بعض. وهو ده الصوص بتاعي بتاع الفراخ. اول ما يتجانس ويبقى كريمي كده مع حلو مع بعض، هنزل عليه بالفراخ بتاعتي. لما تستوى كويس بقى تكمل بقيه سواها، هنزل عليها برشه جبنه. وبعد كده المكرونه بتاعتي هنزلها عليها واخليها تاخد مع بعضها حوالي بالظبط دقيقتين. بس هقلبها مع بعض كده وتاخد الطعم بتاعت المشروم كلها بالفراخ بالصوص بتاعها تمام. هي كده استوت تمام كده معايا، وطعمها مش هقول لكم قد ايه هو خطير. طعمها تحفة تحفة تحفة. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. واهم حاجة اللي انا نسيته، ان كان المفروض 3 معالق الدقيق يتقلبوا مع المشروم الاول، وبعد كده ننزل عليهم بالشوربة. بس المشكلة اتصلحت ويا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد.